عبد الرحمن حميد نموذج يحتذى به كل اللاعبين، مش في كره اليد بس، لا في كره القدم كمان. عبد الرحمن حميد مش اول مره يعمل الموقف ده. عبد الرحمن حميد اما اتريق علينا حارس الترجي ورقص في الملعب، استنى فضل قاعد سنه لغايه ما فزنا وخدنا فرق سكور على الترجي، وكان بيرقص قبل ما الماتش يخلص وقلد نفس الرقصه. عبد الرحمن حميد اما بجد مروان طلع وقال لك ده احنا داخلين دخله ما يعلم بها الا ربنا. كان قاعد من قبل الماتش يوم على الفيسبوك عمال يكتب قد ايه هو مستني الماتش ده، لدرجه ان الجمهور الزمالك قال لك عبد الرحمن حميد مش مركز، نزل قفل المرمى. عبد الرحمن حميد عامل نسبه تصديات 48 او 49%، دي نسبه تصديات حارس عملاق، دي نسبه عظيمه. مش عشان خاطر ان حميد حارس كبير، حميد حارس كبير على فكره، بس مش بس ده، عشان خاطر هو خدها على كرامته، خدها على شرفه. عبد الرحمن حميد ما كانش بيصد وبيحمي الجون، هو كان بيحمي شرفه كلاعب في الاهلي. ده اللي احنا محتاجين نتعلمه كلاعيبه الاهلي، كلاعيبه الكوره. احموا شرفكم، اللي انتوا بتعملوه في الملعب ده مش شرف، مش كوره. انزلوا ماتش الترجي بالعاليه دي، انزلوا والعبوا، انزلوا لعيبه درجه ثالثه، لعيبه جمهور كله النجيله، ده اهم حاجه.